بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم الخميس بتاريخ 6/3/2025 الموافق 6 رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. معانا في الفيديو أسعار الرز الأبيض العريض والرفيع، وأسعار الرز الشعير الرفيع والعريض، وأسعار الذرة، وآخر أخبار القطن. اللي حابب يشترك في القناة بيشترك من تحت الفيديو، بيلاقي كلمة اشتراك بيضغط عليها وبيفعل الجرس، بكده يوصله إشعار وقت تحميل الفيديو على الموبايل على طول. زي ما عودنا حضراتكم، الأسعار اللي بنقولها سواء في الرز الأبيض أو الرز الشعير بتبقى أسعار تنفيذية من السوق على أرض الواقع، بيتم التنفيذ بها في السوق اليوم. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض، أبيض عريض على جودة، زيت وبخار وسوليتكس البضايع العالية، يتراوح سعر الطن من أرض المضرب من 27,500 ل27,700 للطن. البضايع كسر 8 إلى 10%، البضايع العالية، والبضاعة كسر 5% وأقل بتزيد طبعا في الأسعار، ده بتبقى متصفية بدرجة كبيرة. والرز الأبيض الرفيع أعلى جودة، زيت وبخار وسوليتكس البضايع العالية، بتراوح سعر الطن من أرض المضرب من 25,100 إلى 25,300 للطن من أرض المضرب. وقد تزيد البضاعة في الرز الأبيض أو تقل على حسب نسب الكسر، وحسب الجودة، وحسب نوع الشكارة، وحسب خدمة المضرب، والدفع كاش أو آجل. ده بالنسبة لأسعار الرز الأبيض اليوم. بالنسبة لأسعار الرز الشعير، سوق الشعير زي ما قلنا لحضراتكم من أول رمضان والعرض قليل، وفي طلب من أول أسبوع في رمضان، في طلب على الرز الأبيض وعرض قليل من الرز الشعير، فأدى إلى تحسن الأسعار في الفترة اللي فاتت. النهاردة برضو بيستمر العرض قليل، اللي كان بيحمل نقلتين بيحمل نقلة، واللي بيحمل 3 بيحمل نقلتين. فالعرض قليل في السوق. العرض من ناحية الفلاحين مفيش عرض، يعتبر اللي بيبيع كميات قليلة جدا، والمخزنين طبعا مستنيين الارتفاع عشان اللي لسه عندهم رز لحد دلوقتي عشان يبيعوا ويحققوا ربح في التخزين. انما العرض من ناحية الفلاحين يعتبر قليل جدا او يعتبر معدوم في الرز الشعير اليوم. واللي بيتحكم في السوق عرض وطلب زي ما قلنا لحضراتكم، بعيد عن اي كلام تاني. العرض والطلب هو اللي هيتحكم في السوق وفي الفترة اللي جاية. ان شاء الله هيبقى معانا فيديو مهم جدا هنعمله لحضراتكم عن توقعات السوق، بس مستنيين لما نلم المعلومات كلها كاملة عشان يبقى التوقعات بنسبة كبيرة صحيحة أو تحصل بنسبة كبيرة. إن شاء الله لما ننوي إن شاء الله نعمل الفيديو هنبقى ننوه لحضراتكم الفيديو هينزل إمتى إن شاء الله. بالنسبة لأسعار الشعير العريض وصل للمضرب اليوم 17,500 للطن. بضايع بتدي معدل تصافي عالي، والتحميل على أرضه النهاردة تم التحميل ب17,100 و17,200 تحميل الشعير العريض. البضايع اللي بتدي تحميل بتدي معدل تصافي عالي اليوم. أما بالنسبة للشعير الرفيع وصل للمضرب 16,100 للطن. تم التحميل النهاردة على أرضه بالشعير الرفيع 15,700 و15,800 للطن تحميل على أرضه تنفيذ اليوم في الشعير الرفيع. بنتكلم عن أسعار التحميل على أرضه عشان الناس تبقى عارفة إن الأسعار بنجيبها من السوق أول بأول. يبقى الشعير العريض من 17,100 ل17,200 على أرضه، والشعير الرفيع من 15,700 ل15,800 على أرضه اليوم. بالنسبة لأسعار المخلفات، سرس مطحون من 1,200 ل1,300 للطن من أرض المضرب، وسعر الكسر الناعم بيتراوح من 13 ل13,200، وسعر الجون بيتراوح من 10,200 إلى 10,400 للطن من أرض المضرب. ده بالنسبة لأسعار الرز اليوم. بالنسبة للقطن، النهاردة في ناس بتقبض من البنوك الزراعية
في ناس بتقبض المزاد الرابع، وفي ناس بتقبض من المزاد التالت، وفي ناس بتقبض مؤخرات 30%. ومحدش كل متلخبط. يعني انت ما تسأل واحد يقول له يقول لك انا قبضت المزاد التاني، وفي ناس لسه ما قبضتش اصلا في المزاد التاني، وفي ناس ما قبضتش من المزاد التالت، وفي ناس قبضت المزاد الرابع. فاللخبطة دي ان شاء الله هتتحل قريب، يعني بإذن الله نسبة كبيرة هتتحل قريب، لأن المنظومة أو الناس في المنظومة بعتوا لوزارة المالية مخصصين مبلغ للقطن اللي لسه ما اتباعش لحد دلوقتي، تخصيص مبلغ، وإن شاء الله الأزمة دي هتتحل قريب والكل هيقبض من فلوس القطن. بالنسبة للفرزة التانية، لأن المزاد التاني هو اللي عليه مشكلة، أكبر المشاكل فيه يعني. وكل المتأخرات إن شاء الله هتتقبض، بس مستنيين الموافقة من وزارة المالية لشراء اللي هم 480 ألف إمتار اللي لسه ما اتباعوش لحد دلوقتي. بعتين مذكرة بتوفير مبلغ لشراء 480 ألف إمتار قطن لحد دلوقتي لسه ما اتباعوش، سواء في المزاد التاني أو التالت، الكميات اللي لسه الشركات ما اشترتهاش. ده بالنسبة لموضوع القطن. عشان تريح نفسك، لأن رحت البنك الزراعي النهاردة وفي ناس لقيتها بتروح تسأل على الفلوس، اتصل الأول على خدمة العملاء في البنك عشان لو ليك حوالة نزلت تروح تقبضها، ما تروحش على الفاضي. بالنسبة لأسعار الذرة، الذرة المستورد البرازيلي صب أرض المينا اليوم ب13,200 للطن، والذرة المستورد الأرجنتيني صب أرض المينا ب13,200 للطن. أما بالنسبة للأوكراني ب12,600 للطن صب أرض المينا. بالنسبة لأسعار الصويا المستورد، صويا 44% ب18,300 للطن صب أرض المينا، وصويا 46% ب19,300 للطن صب أرض المينا. بالنسبة لأسعار الذرة المحلي الأصفر والذرة المحلي الأبيض، بيتم التنفيذ اليوم لدى التجار من 13,100 ل13,300 للطن البضاعة العالية اليوم. ده بالنسبة للأسعار اللي موجودة معانا حاليا في فيديو اليوم. أسعار الفول البلدي فيها ثبات، سعر الفول البلدي 6,700 ل6,800 للأرداب بالخام في التلاجات. وأسعار الفاصوليا سألنا تجار اليوم من 41 ل43 حسب جودة البضاعة. ده اللي معانا في الفيديو. إن شاء الله لما نجهز الفيديو اللي قلنا لحضراتكم عليه عشان الناس اللي مستنية التوقعات السوق، هنقوله لحضراتكم على طول. أول ما نجهزه هننوه عليه في فيديوهات اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.